السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم ما شايفين يا بنات، ده روز بيف. تقريبا كده كيلو معايا من الروز بيف بطريقة موفرة جدا جدا واقتصادية. وهتعمل معايا الكمية الحلوة دي، وكمان هنعمل اللانشون الاقتصادي بدون لحمة، بدون فراخ، بدون جبنة، اي نوع جبنة مفهوش اي نوع من انواع الجبنة. وزي ما انتم ما شايفين التقطيعة بتاعة اللانشون اكنه جاهز بالظبط، وكمان طعمه حلو جدا جدا جدا. وكمان هنعمل 16 قطعة من البرجر بطريقة حلوة واقتصادية وبدون مكبس. زي ما انتم ما شايفين كده هنعمله بدون مكبس خالص. 16 قطعة من البرجر والروز بيف اللي احنا عملناه كيلو من البرجر و16 قطعة، قصدي كيلو من الروز بيف و16 قطعة من البرجر. كل ده يا بنات بكام؟ ب400 جرام بس من اللحمة المفرومة. الحاجة هتطلع حلوة معانا وطعمها حلو، بس يا ريت تتابعي الفيديو للآخر وما توقفيش اي حاجة وما تطلعيش خالص من الفيديو. اول حاجة انا عندي كوبايتين من الفول الصويا زي ما انتم ما شايفين كده. دول كوبايتين يا بنات من الفول الصويا. انا هجيب ميه وانقع الفول الصويا دوت لمدة يومين بالظبط. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده انا هنقع الفول الصويا لمدة يومين. بعد ما انقعه لمدة يومين انا هجيبه واصفيه. زي ما انتم ما شايفين انا بس هدوس عليه، هضغط عليه، هلاقيها الحباية بتاعة الفول الصويا بتاعتي اتهرت وطرية جدا. انا مش مكترة علشان محدش يقول انتي مكترة، لا ده هي كوبايتين بس على 400 جرام من اللحمة. واديني اول ما خلص في اليومين اتنقع رحت صفيت الفول الصويا زي ما انتم ما شايفين، وانا بوريكي اللحمة انها 400 جرام بس. هنجيب الفول الصويا زي ما انتم ما شايفين كده وهنروح نضربه في الكبة مع اللحمة، هنضربهم ضرب كويس جدا. لو انتي خايفة من الفول الصويا تكتبي لي في الكومنتات، وانا باذن الله باذنك يا رب هعمل لكم حاجة تانية من غير الفول الصويا بنفس النتيجة وحاجة موفرة، ومش هتكلفنا 2 جنيه بالظبط، هي اللي هنزود بيها اللحمة. بس يا ريت تنزلي على الفيديو دلوقتي وتعملي لايك وتكتبي لي في الكومنتات اذا كنتي مش عايزة الفول الصويا وعايزة الطريقة التانية. زي ما انتم ما شايفين كده هنضرب الفول الصويا مع اللحمة لحد ما يختفي تماما. هي على فكرة مش هتبان خالص، تحسي انها لحمة اصلا بدون اي انواع او اي حاجة زيادة عليها. خلي بالكم يا بنات الحاجات دي هي بتاعت الشركات، يعني اي برجر من الشركات بره، اي كفتة، اي حاجة جاهزة، اعرفي واضمني انها داخلها فول صويا. بس انت كده عرفتي، بس الله اعلم بقى هندخل فيها حاجات تانية ازاي بره. يعني ياريت تعملي الحاجات دي في البيت هتضمنيها اكتر. انا هاخد معلقتين بس من اللحمة المفرومة والفول الصويا وهركنهم على جنب، وهقول لكم انا هركنهم ليه او هنستخدمهم في ايه. زي ما انتم ما شايفين كده، بس سامحوني على التصوير لان انا اللي بصور وانا اللي بعمل كل حاجة بنفسي. انا عايزة بس دلوقتي التشجيع منكم. هنركن المعلقتين اللحمة دول وهنجيب البهارات بتاعتنا اللي هنضيفها على اللحمة المفرومة. فلفل اسمر، كبيبة صيني، معلقة من بهارات البرجر، وكمان معلقة من بهارات اللحمة، وكمان فلفل اسمر وملح، ومعلقة كبيرة من النشا، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر او نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هي دي البهارات بتاعتنا. انا هعجن الحاجات دي كويس على جنب. زي ما انتم ما شايفين كده انا عجنت البهارات بالنشا بالبيكنج باودر على البرجر. زي ما انتم ما شايفين البرجر ماسك نفسه، مش مهري، مش بيلزق في الايد. انا هسيبه يريح كمان في التلاجة لمدة ساعة. هنا بعد ما اريح لمدة ساعة في التلاجة انا ما عنديش مكبس، ما تعطليش نفسك، اعملي كل حاجتك بايدك ووفري. هنجيب غطاين، واحد كبير والتاني اصغر منه على طول. هنحط في الغطا الكبير كيس زي ما انتم ما شايفين كده، وهاخد قطعة من اللحمة وهروح مغطياها بالكيس التاني، وهروح اضغط بالغطاء التاني الاصغر منه زي ما انتم ما شايفين كده. حاجات سهلة وبسيطة، حاجات عندنا في كل بيت، حاجات موفرة. يعني انا ما روحتش اشتريت مكبس بالشيء الفلاني علشان اعمل البرجر اللي في البيت، طب ما انا كده ما وفرتش، هوفر ايه؟ فانتي شغلي مخك واقتصدي في البيت واشتغلي في البيت. يعني حاولي تعملي حاجتك بايدك. البرجر لو انت هتكسلي وتقولي لا انا هشتريه من بره احسن، طب ما انت هتشتريه باغلى من كده،
هتشتريه باغلى من كده. فانت لو عملتيه في البيت بطريقة السهلة دي، انت ضامنة ايه المكونات اللي انت عاملاها، وكمان وفرتي. يعني انت البرجر ده لو جبتيه من بره، ال16 قطعة من البرجر هتعدي ال200 جنيه، وهي نفس الطعم ونفس المكونات، فيها فول صويا، هتعدي ال200 جنيه 16 قطعة. فانا ليه ما انا عملتها اهو في البيت. ال400 جرام من اللحمة اللهم صل على النبي ب116 جنيه. كوبايتين الفول الصويا ما كملتش معايا تقريبا ال10 جنيه. يعني 120 جنيه هتعملي 16 قطعة من البرجر، وهتعملي كيلو بحاله من الروز بيف. بس بعد ما نخلص تقطيع البرجر هوريكم الروز بيف بيتعمل ازاي بطريقة سهلة وحلوة جدا. بس يا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا انزلوا شجعوني، علشان في حاجات كتيرة جدا اقتصادية بإذنك يا رب هعملها معاكم. انزلوا شجعوني واعملوا لي لايك. هنا انا ما كنتش فاكرة ان الصورة مش واضحة، فانا هعمل الكلام ده كله على جنب، وهخلي اخر واحدتين اعملهم معاكم، علشان انا بقدر الامكان مش عايزة ازود الفيديو او اكبر الفيديو، مش عايزاه طويل يا جماعة عشان ما تزهقوش منه وتفصلوا. دلوقتي انا خلصت دول، فاضل اخر قطعتين من البرجر هوريكي بيتعمل ازاي. قلنا هنجيب غطاية كبيرة وهغطيها بكيسة زي ما انتم ما شايفين كده، وهحط قطعة البرجر من جواها، وهروح مغطيها بالكيس التاني، وهضغط بالغطايا الاصغر، وهنعمل بالسكينة علامات البرجر دي. وخلي بالك العلامات بتقعد على البرجر حتى بعد ما يستوي. يعني بدل ما ولادك يتفرجوا على حد في المدارس، اعمليها لهم في المدارس. لا مش حابة تعمليها لهم في المدارس، يبقى عشاء في البيت، او تعمليها كمان غدا في البيت. زي ما انتم ما شايفين كده، حاجة موفرة واقتصادية وما خدتش معايا وقت كتير. انا خلصتها اقسم بالله بسرعة، وحاجة انت ضمناها في البيت، حاجة نظيفة. يعني انت ما زودتيش غير لحمة، انت ما حطيتيش غير لحمة وفول صويا. يا عالم بقى اللي بره بيحط دهنة، بيحط لحمة، بيحط مخلفات، حاجات كده احنا ما نعرفهاش، وبيزود فول صويا حاجات مش معروفة. انا بعدلك ان اللي كان في العلبة الاولانية 3 فوق بعض في 2 يبقى 6، حطيت عليهم 2 تاني يبقوا 8، والناحية التانية برضو 8 بالظبط، يبقى 8 و8 16 قطعة من البرجر. زي ما انتم ما شايفين حجم البرجر عامل ازاي. لو استاهل انكم تعملوا لي لايك، يا ريت تنزلوا تعملوا لي لايك وتصلوا على الرسول في الكومنتات. هنا بقى هناخد المعلقتين بتوع اللحمة اللي انا خدتهم على جنب، وهجيب طبق كبير محترم من البصل او بصلتين كبار زي ما انتم ما شايفين كده. هنزل بيهم الاتنين على البوتاجاز في مادة دهنية، سمنة او زيت مش هتفرق معايا. هنزل بيهم زي ما انتم ما شايفين كده. وكمان قطعت 2 في حبايتين من الفلفل زي ما انت ما حابه. حابه فلفل سخن حطي، مش حابه حطي فلفل بارد. هنضيف البهارات، هنحط بهارات برجر، بهارات كفته، بهارات لحمه، فلفل اسمر، كبيبه صيني، اي بهارات حباها هتحطيها في اللحمه المفرومه والبصل ده. وكمان ظبطي الملح بتاعك، وخدي بالك ما تكتريش الملح، لان بهارات البرجر او بهارات اللحمه او بهارات قصدي الكفتة دي بتكون فيها نسبة من الملح، فخلي بالك وخدي بالك من الملح بتاعك، ظبطيه كويس. هنا احنا خلصنا العصاج، بتعمليه زي عصاج المكرونة البشاميل او عصاج اللحمة العادي. انا بعد ما عصقتهم هروح جايباهم في اي حاجة عشان اخلطهم في الخلاط. معلش انا الاناء بتاع الهاند بلندر بتاعي اتكسر، فانا بشغل مخي باخد اي حاجة، يعني بتصرف، الجيش قالك اتصرف. فانا خدت الشفشف ونزلت باللحمة المفرومة العصاج، وهضيف عليهم 5 قطع من البيض او 5 حبات بيض. البيض 5. ما تقوليش ان البيض كده غالي، لا، اللي احنا عملناه اغلى بكتير. الروز بيف بره غالي، لكن انت هتعمليه في البيت حاجة حلوة جدا جدا جدا. انا مش عايزة احلف الطعم بتاعها عامل ازاي، حاجة حلوة جدا جدا واقتصادية، وهتعمل معاكي كيلو بالظبط. قلنا 5 حبايات من البيض على اللحمة المفرومة هياخدوا معايا 4 معالق من النشا زي ما انتم ما شايفين كده. 5 حبات بيض اخدوا معايا 4 من النشا، واخدوا معايا 5 من الدقيق زي ما انتم ما شايفين كده. حاجة حلوة جدا واقتصادية، النشا والدقيق بيزودوا. هناخد 3 فروع من الثوم، بهارات من اللانشون، بهارات من الكفتة، وبهارات من البرجر، وبهارات من اللحمة، وكمان كبيبة صيني وفلفل اسمر، وظبطنا الملح بتاعنا. وهنزل بيه بالهاند بلندر، هخلطه خالص 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 زي ما انتم ما شايفين كده. انا هخليها ناعمة جدا جدا.
انا مش عايزه اقولك على طعم الروز بيف، حلو جدا جدا، وانزلي اسالي عليه بره هتلاقيه غالي، لكن احنا عملناه بطريقه اقتصاديه وموفره وحاجه حلوه جدا في البيت. انا الحاجات ديت اللي انا عملتها هتاخد معايا اكتر من اسبوعين، يعني ممكن ادخل في الثلاث اسابيع في المدارس او في البيت كمان. هنا بعد ما ضربناها في لاند بلندر جامد، انا رحت جايبه كوبايه استانلس وحطيت فيها كيس حراري، ودهنت الكيس الحراري يا بنات، وهنزل بالحبايات وهنزل بالخليط بتاعي كويس. هرفع الكيس شويه علشان الحاجه بتاعتي اتملت. ما شاء الله جابت معايا كميه حلوه جدا. هفضي الحاجه بتاعتي كويس، مش هخلي ولا فتفوته. ده روز بيف وفيها قطعتين او معلقتين من اللحمه المفرومه اللي هي داخلها فول الصويا. هربطه زي ما انتم ما شايفين كده من فوق، وبعد ما اربطه من فوق يا بنات انا هفتح الكيس او هخرم الكيس، بس معلش انا نسيت اوريها لكم في الفيديو. هخرم كيس هعمل فتحات في كيس الحراري. هنا كنت حاطه ميه مغليه على البوتاجاز، ورحت حطيت فيها الكوبايه، غليت واستوت كده اهو. واول ما بدات تستوي معايا انا رحت فتحت الكيس شويه علشان تستوي كمان من جوه، عشان كنت بضيفها بشوفها بختبرها بالسكينه او بخله. يبقى في ميه مغليه سيبناها تغلي حوالي ساعه زي ما انتم ما شايفين كده، وانا غطيت الحله. بصوا الكميه بقى اللي عملتها تقيله جدا جدا، يعني تقريبا كيلو او اكتر كمان بشويه من كيلو، مضغوطه حلوه جدا. انا هروح جايبه طاسه على البوتاجاز حاطه فيها حته زيت، وهروح اشوح الروز بيف بتاعي كده، حاجه حلوه جدا جدا. ومن الناحيه التانية كنت حاطه فحم بيتولع علشان هنعمله كمان مدخن. انا مش بقولك حاجه تحفه تحفه خرافيه بصراحه، حاجه يعني اقتصادية وموفرة، وحاجة تحسيها جامدة وغالية. انتي عملتيها بنفسك في البيت وفرحي ولادك واعملي الحاجات دي. هجيب حلة كده اهو ليها غطا، وهروح ضايفة الروز بيف بتاعي، وهحط الفحم المولع واحط زيت، وهروح مغطياها، وهغطي الحلة دي من فوق كمان بكيسة لحد الصبح، هشيلها في التلاجة تاني يوم. مش عايزة اقولك بفتح الحلة الريحة دخانة او مدخن، حاجة حلوة جدا، حاجة مشوية. تحس انها فيها طعم البرجر على طعم الكفتة المشوية. حاجة طعمها حلو. انا بصراحة فرحانة جدا جدا بالنتيجة بتاعة الروز بيف بتاعي ده. انا مش مصدقة ان انا عملت الحاجة الحلوة دي، شكلها حلو جدا زي اللحوم الغالية اللي بتتباع. ليه اشتري الحاجة غالية وانا ممكن اعملها واوفرها في البيت؟ وفري واقتصدي حتى لو ظروفك حلوة، معلش اقتصدي في بيتك، الله اعلم الايام الجاية فيها ايه. اقتصدي شوية، ساعدي يعني بفلوسك شوية، ساعدي الناس محتاجة، حاولي تساعدي الناس المحتاجة، حاولي تعملي حاجة للزمن، يعني شيلي حاجة لبكرة، الله اعلم الزمن شايل لنا ايه. مش تقولي لا انا ظروفي حلوة انا هشتري كل حاجة جاهزة، لا بلاش تعملي كده. حاولي توفري. وانزلوا اعملوا لي دلوقتي لايك على الفيديو. هنا هندخل على اللانشون يا بنات، دول 3 حبات من البيض، هنضربهم برضو في الخلاط، 3 حبات بيض. ده هنعمل كده اللانشون بدون جبنة خالص، عشان في ناس طلبت مني في الكومنتات ان انا عندي حساسية من انواع الالبان او الجبن. هنا 3 حبات من الثوم صغننين، فلفل اسمر، وكمان كبيبة صيني، وبهارات من اللانشون. ما عندكيش بهارات من اللانشون هتجيبي بهارات برجر وتحطي عليها كبيبة صيني وحتة جنزبيل، هتعمل لك على طول بهارات اللانشون. ضفنا ايه يا بنات بعد كده؟ معلقتين من النشا، عليهم 3 معالق من الدقيق و3 معالق من الزيت. يبقى 3 حبايات بيض هياخدوا معانا معلقتين نشا، 3 دقيق، 3 معالق زيت. وهنحط اللون زي ما انتم ما شايفين، انا ضفت اللون وظبطت الملح، وكمان ضفنا اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، ضفنا بهارات لانشون، وكمان كبيبة صيني وفلفل اسمر. ما عندكيش بهارات لانشون بتتجاب من عند العطار، لو ما فيش بتروحي تجيبي كيس بهارات البرجر من كنور، وبتضيفي عليها اللهم صل على النبي فلفل اسمر، وكمان جنزبيل ربع معلقة صغيرة، وكمان معلقة كبيرة من الكبيبة الصيني. احنا ضربنا الكلام ده كله في الخلاط كويس، وكمان 3 فروع من الثوم صغننين، وكمان لون زي ما انتم شايفين ضفنا اللون. انا دهنت الكوبايه بالزيت، ويا ريت لو كان في كيس احسن من انك تحطي الزيت في الكوبايه وتحطيه، عشان بتلزق معايا بصراحه.
هنا برضو كان في هنا دول شوية فلفل اسمر صحيين انا بحطهم وهقلبهم. وكان في مية برضو بتغلي على البوتاجاز، هسويها فيها. تمام زي ما انتم ما شايفين كده. انزلي اعملي لي لايك دلوقتي على الفيديو. هنا خلاص كنت انا طلعتها زي ما انتم ما شايفين كده، استوت. هي مش بتاخد وقت كتير لانها حبايه قليلين، والنشا مع الدقيق حلو جدا جدا بيخلي اللانشون بتاعنا متماسك. هنا بعد ما سلكتها هي وسخنه بروح حطاها في كيس. ركزي، هي وسخنه بروح ضيفاها في كيس، وبروح حطاها في نفس القالب اللي انا عملت فيه اللانشون، وبروح ضغطاها بتقلة. ليه؟ علشان اللانشون ينزل معايا، او انا بقطعه ينزل متماسك ما فيهوش اي فراغات، هيبقى لك زي بتاع بره بالظبط زي ما انتم ما شايفين كده. ده كان تاني يوم بعد ما انا حطيت عليه تقلة في التلاجة لتاني يوم. هقطعه معاكم، عايزة اوريكم النتيجة في التقطيع، والطعم تحفة جدا جدا اكنك مشترياه بالظبط. وشوفي التقطيع بدون جبنة، بدون فراخ، بدون لحمة، حاجة اقتصادية. لو استاهل انك تعملي لي لايك يا ريت تنزلي تعملي لي لايك على الفيديو. زي ما انتم شايفين التقطيعة كده. وقلنا يا بنات البهارات اللانشون بنشتريها من العطار. لو ما عندهوش بهارات لانشون هنعمل ايه؟ هنجيب كيس بهارات البرجر من كنور او من ماجي، وبتروحي ضايفة عليها ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل، وكمان نص معلقة من الكبيبة الصيني. ده على 3 معالق من قصدي على 3 بيضات. تمام تمام. هنا بقى وصلنا لخلاص كده هنعمل كمان طعمية معانا. ما هي لازم الحاجات دي كلها في المدارس بتعملي برضو طعمية. الطعمية انا عندي فول مدشوش زي ما انتم ما شايفين ونقعته. ده كان تاني يوم بعد ما نقعته طري. ورحت جبت حباية من البصل وشوية من التوم زي ما انتم ما شايفين كده، وربطة كزبرة، وربطة من اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، من نسيت يا ولاد ربطة كزبرة، وكمان ربطة من الشبت او الشمار. وضربتهم جامد جدا في الخلاط، وبتضيف عليها شوية مية متلجة علشان تبقى ناعمة وهشة معاكي زي ما انتم ما شايفين كده. حاجة حلوة جدا 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 واقتصادية. هنعمل كمان البليلة. البليلة دي هتنفع في فطار الولاد في المدارس. البليلة انا نقيتها، وكمان هغليها من بالليل غلوة. انا غسلتها وحطيتها في مية، هديها غلوة من بالليل زي ما انتم ما شايفين. ده بعد ما غليتها غلوتين بالظبط ورحت طافية عليهم كده بالليل. بصوا شكلها عامل ازاي. هسيبها لتاني يوم الصبح في المية المغلية. انا غليتها غلوتين بالليل، انا مش عايزاها تتأخر معايا على النار، فدي طريقة سريعة جدا جدا. وفري كمان في الغاز. هنا كان تاني يوم انا وسايباها في المية المغلية، ما شاء الله تعتبر استوت برضو. فانا هزودها مية وهروح حطاها على البوتاجاز تغلي كمان 3 غلوات. يعني هديها كمان نص ساعة على البوتاجاز زي ما انتم ما شايفين كده. هي ما شاء الله استوت. هعمل ايه؟ انا مش هعمل الكمية دي كلها، انا هشيل منها كمان في الفريزر عشان تنفعني في الايام الجاية للفطار بتاع الولاد الصبح. حاولي توفري في البيت وانجزي. يعني كيلو الغلة ب25 جنيه هيرمي معاكي كتير جدا جدا جدا. ما تقوليش ظروفي وحشة. بأبسط الحاجات انت هتعملي اي حاجة. ممكن تعملي عجينة طعمية برضو، الفول مدشوش رخيص. تعملي فول، هتعملي بليلة، اي حاجة. هنحاول نوفر، هنحاول نساعد في البيت مع ولادنا ومع جوازتنا يا جماعة. يعني انا جوزي مثلا ظروفه تعبانه، مش حاجه عليه واقوله لا ظروفك وحشه، لا اعمل سوي. هو بيعمل اللي عليه، بس الظروف فعلا وحشه مع الكل. الحمد لله على نعمه الستر اللي احنا فيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل واحد يقول الحمد لله على نعمه الستر اللي احنا فيها. هنا خلاص انا شلت اللي هشيله. الباقي ده بقى حطيته على البوتاجاز تاني، رجعته وزودته لبن وكمان نشا وفانيليا وسكر زي ما انتم ما شايفين. بديله غلوتين لحد ما النشا يربط مع اللبن والسكر، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. حاجة كمان حلوة واقتصادية وموفرة، هتنفع معاكي في فطار الولاد في المدارس. يرجعوا عايزين ياكلوا حاجة حلوة، هيغرفوا مع نفسهم البليلة وهياكلوها. دي كمان النوتيلا، بس انا للاسف ما اديتكمش الطريقه. نوتيلا موفره جدا واقتصاديه والطعم خرافه. ده انا لسه عاملاها دلوقتي وهشيلها في التلاجة. هوريكي تاني يوم الصبح شكلها عامل ازاي. ده كده لسه برضو انا لسه ما حطيتهاش في التلاجة يا بنات.
معلش انا ما عملتهاش. اللي محتاج طريقة النوتيلا يا ريت يكتب لي في الكومنتات اعملي طريقة النوتيلا الاقتصادية، وانا باذن الله هعملها لكم. ده كان تاني يوم. حاجة حلوة جدا جدا، طعمها حلو وتحفة مغذية. من حاجات برضو بسيطة، ما افورتش في النوتيلا، حاجات اقتصادية. انا كل اللي بعمله اقتصادي يا ولاد. انزلوا بس دلوقتي صلوا على النبي كتير. اعملوا لي لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. معلش سامحوني لو كان الفيديو طول، انا اسفة جدا، بس انا حاولت اقتصد بما فيه الكفاية. ده طبعا البرجر اللي احنا عملناه، اللانشون، الروز بيف. انا فرحانة جدا بنتيجة الروز بيف دي. عجينة الطعمية اللي احنا عملناها والنوتيلا والبليلة. حاول يا جماعة. عايزة اقول لكم على حاجة. صلوا على النبي كتير في البيت. الصلاة الإبراهيمية حلوة جدا فعلا، بتوسع الرزق. بتهدي البيت، بتخليه هادي وراسي. والله بتكلم بجد. صلوا الصلاة الإبراهيمية حلوة جدا جدا جدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدا مجيد. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت تعملوا لي لايك على الفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. يا ريت ما تضيعوش تعبي، واستودعكم الله واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد في رعاية الله.